الحمد لله فزنا امبارح على حرس الحدود 1-0. مبدئيا كده هنطول، استرها يا رب ويعدها على خير يا رب وكرمنا يا رب ونفوز. امبارح اشرف بن شرقي في الدقيقه 93 يعني جاب لنا هدف الفوز، او بمعنى اصح ريحنا ورشاشات. معنى اصح خلانا يعني رحنا ترد. كان هيبقى امل كبير جدا لبيراميدز، وبيراميدز هيشد حيله، لكن يحسب امبارح لحرس الحدود انه قدم جيم عالي جدا، ويحسب الحمد لله ان دعواتنا امبارح كانت شغاله، ان ما فيش كوره من بتوع حرس الحدود لبست في مرمى شوبير، وكانت بقى عكننت علينا اكتر واكتر. لكن تقدر تقول اشرف بن شرقي الوحيد اللي امبارح في لعيبه الاهلي، يعني ارضيه الملعب وحشه على الكل، لكن الواد امبارح نزل بيلم كويس والدنيا ماشيه معاه على ارضيه سيئه، ما بالك بارضيه حلوه بقى. فعندنا تقصير من اللعيبه، وعم كولر ضرب، يعني احنا ظبطنا بالصفقات، عم كولر ضرب مننا. لا فيه خطط ولا فيه جمل تكتيكيه ولا فيه توظيف ولا فيه حتى التجانس بين اللعيبه وبين الخطوط. فربنا يكرمنا والفتره دي ما تطولش، ربنا يكرمنا والفتره دي تعدي على خير، ربنا يكرمنا ونتصدر الدوري في الفتره ديت. عندنا مباراه الجايه مع طلائع الجيش، فريق كويس جدا، وهتبقى مباراه صعبه علينا، وفي نفس الوقت بيراميدز برضه هيلعب بكره تقريبا مع الاتحاد السكندري. ربنا يكرمه كده الاتحاد السكندري وينفخ في صورته ويعمل لنا مفاجاه في الجوله. وبعدها برضه بيراميدز هيلاعب سيراميكا كيلوباترا. نتمنى ان شاء الله بيراميدز يتعثر، نتمنى ان شاء الله بيراميدز يتكافئ على وشه كده ويتحسب لنا 3 نقاط كده ونركب الدوري. هتفرق معانا كتير جدا ومعنويا، بس قبل ما تفرق معانا لازم نقعد مع عمو كولر كده، والراجل استهدى بالله، ويعني ونعرف ايه القصه بتاعته اللي بسبب ترنح النتائج بتاعتنا، وفي نفس الوقت اداء الضعيف لفرقتنا. نلحق نفسنا بدري قبل ما بص هنتكعبل واحنا بنتفرج، بص هنقع على وشنا واحنا بنتفرج. فاحنا مش حمل اي حاجه من ده يا عم كولر، عدت امبارح على خير وربنا كرمنا. مبدئيا كده يعني نص الملعب عليه علامات استفهام. مروان عطيه ما عادش بيبدع في الملعب، مروان تحس كده لعبه وظيفه اكتر ما هو مهاري في الملعب. احمد رضا لا بيبتكر كتير في الملعب، وجاله كذا فرصه امبارح، يعني الواد بياخد الكوره وبيسلم الحته اللي كان بيشتغل فيها مروان الاول. فلو مروان فاق احمد رضا هيفوق، وهيبقى نص الملعب بتاعنا افضل وافضل وافضل. ففي امل كبير جدا في احمد رضا بالاداء والمستوى اللي هو بيقدمه خلال المباراتين اللي فاتوا قدام القمه وقدام امبارح حرس الحدود. اي نعم اتغير ونزل مكانه السوليه، لكن برضه يحسب له ان هو الوحيد بينزل ياخد الكره ويستلم وما بيخافش. مع الوقت هيطور مستواه ويبقى عالي جدا. امبارح ضيع واحده وسام ابو علي، ما تضيعش الكره اللي اتلعبت بوش رجل اشرف بن شرقي وطالع راكب الكوره، يعني ما تضيعش عم وسام في فرص زي المباراه دي كنا هنندم عليه. كمان جراديشار امبارح ما كانتش ماشيه معاه، خبطت في العارضه وردت للزنفري، وحقه يحضنها ويبوسها وينام على الارض ويعني ويفرش كمان. فيعني الحمد لله عدت على خير. 3 نقاط مهمين صدرنا بيهم الدوري، في انتظار نتيجه مباراه الاتحاد السكندري وبيراميدز ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله وهنركب الدوري قريب باذن الله، وهنفوق. وان شاء الله ما ننتظرش بقى لنهايه الصيف وعم تريزيجيه يجي نقول فين يا تريزيجيه تيجي تلعب والكلام ده. فاللعيبه قادره ان شاء الله انها تقدم اكتر ما عندها، والاداء يتحسن وعم كولر يفوق.